السلام عليكم أعزائي وكل عام وأنتم بألف خير. تعالوا اليوم نسوي 3 حلويات للعيد سهلة وبسيطة. راح نسوي نوعين من الحلا بدون فرن باستخدام الشعرية الباكستانية. أول نوع راح نستخدم به شعرية باكستانية وبسكت، وثاني نوع راح نستخدم به شعرية باكستانية ومكسرات. وأيضا راح نسوي لكم ثالث نوع اللي هو كعك بدون استخدام زبدة ولا السمنة، بطريقة سهلة وبسيطة وبكمية وفيرة وكلش طيب يصير للعيد. تقدمونه ضيافة للعيد يصير روعة. وخلونا هسه نبدي بسم الله وعلى بركة الله مع أول نوع من الحلا اللي هو حلا الشعرية الباكستانية بالبسكت. كلش اقتصادي وسهل وبسيط ويصير كلش طيب، وقوامه يصير علاتش، يصير كلش طيب، وبخمس دقائق يصير وياكم جاهز. وخلونا هسه نبدي بسم الله مع طريقة العمل. بالبداية هنا بطاوة على النار راح نضيف ملعقة كبيرة من الزبدة ونبدي نذوبها بهذا الشكل. ممكن تستبدلوها بملعقة كبيرة من الزيت. وهنا أنا عندي كيس من الشعرية الباكستانية 150 غرام، راح أبدي أكسرها بإيدي بهذا الشكل وأضيفها. هنا نحمصها على درجة حرارة متوسطة إلى أن تاخذ ويانا لون ذهبي. طبعا بديل الشعرية الباكستانية هي الكنافة، لأنه الكنافة لما نحمصها تعطينا نفس طعم الشعرية الباكستانية. طبعا هاي الشعرية تختلف عن الشعرية العادية. الشعرية العادية ما يصير نستخدمها بهذا الحلا، لازم تنطبخ الشعرية العادية، بينما الشعرية الباكستانية هي تستخدم بهاي الطريقة، انه احنا نحمصها ونستخدمها بالضبط نفس الكنافة. هنا بعد ما حمصناها بهذا الشكل واخذت ويانا اللون الذهبي، خلاص صارت جاهزة. طبعا هي ما تاخذ وقت، يعني دقيقتين على النار وتصير جاهزة. خلاص هسه راح نرفعها ونخليها بطاسة. هنا أنا جبت كوب من البسكت، أي نوع بسكت ممكن تستخدمون. هنا استخدمت البسكت الشاي العادي وطحنته. وهنا أنا اختياري أيضا عندي كوب من المكسرات. هنا ممكن تستخدمون الفستق السوداني أو أي نوع مكسرات متوفر عندكم، وممكن أيضا كوب من جوز الهند المبروش، يعني تستبدلوها بجوز الهند المبروش. هنا نمزج هاي المكونات بهذا الشكل. طبعا هنا ممكن نسويها فقط يعني شعرية باكستانية وبسكت، ما يحتاج إضافة المكسرات، بس هاي مني إضافة اختيارية حتى تعطينا يعني طعم أطيب وأيضا قيمة غذائية. وهنا نعجنها بنص كوب من الحليب المكثف بهذا الشكل إلى أن يعني تصير ويانا قوام الحلاوة متماسك. طبعا هنا الحليب المكثف إذا ما عندكم ممكن تستخدمون نص كوب من الشيرة وتضيفوا له ملعقتين كبيرة من الحليب الباودر. وهنا أيضا ضفت لها ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة. وبهذا الشكل نمزج كل المكونات إلى أن تتكون ويانا حلاوة سهلة التشكيل. شوفوا. وهنا طبعا التشكيل مالتها كلش سهل. ناخذ قطعة صغيرة نكورها دائرة، يعني نغلفها بالشعرية الباكستانية، وممكن تغلفوها بجوز الهند المبروش. وبهذا الشكل بأي قالب عندكم تشكلوها وتصير وياكم جاهزة. شفتوا كلش سهلة وبسيطة، ما تاخذ من عندكم وقت، يعني خلال 5 دقائق تصير وياكم جاهزة لضيوفكم وللعيد وللجمعات ولكل المناسبات. تحلية كلش سهلة وبسيطة وكلش طيبة تصير. هنا شوفوا بهذا الشكل سوينا كل الكمية. طبعا أنا هنا أنصحكم تضاعفون الكمية لأن تصير كلش طيبة وما يشبع من عندها. هنا طبعا من فوق زينتها بالفستق الحلبي أو مثل ما تحبون، يعني التزيين يبقى حسب الذوق. وهنا شوفوا قوامها شلون تصير علاتشية وممتازة، كلش طيبة تصير. طبعا لما تخلوها بالثلاجة تتماسك أكثر. وهي هاي كانت الوصفة الأولى، إن شاء الله تجربوها وألف عافية عليكم. وننتقل هسه حتى نسوي الوصفة الثانية. وصفة كعك اقتصادية بدون زبدة وبدون دهن، وراح نشكلها بالملعقة بدون قطعات وبدون قوالب. طريقتها كلش سهلة وبسيطة وكلش طيبة تصير. وبكوبين من الطحين راح نسوي 55 قطعة من الكعك. هنا مثل ما تشوفون طبعا يصير يذوب بالفم. هنا راح نزينه بالشوكولاتة يصير كلش راقي، كلش راح ينفعكم لضيوفكم وللجمعات الرمضانية. ونبدي هسه بسم الله مع المكونات وطريقة التحضير. هنا عندي حبتين من البيض أضيفهم، وأضيف لهم نص كوب من السكر. وهنا عندي ربع ملعقة صغيرة من الهيل، وممكن تستخدمون فانيلا. وأبدي أخلطهم بالخلاط الكهربائي أو اليدوي. هنا عندي الخلاط اليدوي أسهل. خلطتهم بهذا الشكل إلى أن يذوب السكر. هنا أضيف لهم كوب إلا ربع من الزيت، وأبدي أخلط المكونات إلى أن يصير الخليط بهذا القوام. هسه هنا راح أضيف لهم ملعقتين كبيرة من جوز الهند المبروش وملعقتين كبيرة من الحليب الباودر. طبعا إذا ما عندكم هاي المكونات ممكن تستغنون عنها، الحليب الباودر وجوز الهند، بس هو ينطينا نكهة كلش طيبة للكعك. وهنا ضفت كوب إلا ربع من النشا. أنخلهم على المكونات بهذا الشكل.
وهسه هنا راح أضيف كوبين من الطحين. أول شي ضفت الكوب الأول، أضيف الكوب الأول وأمزج على مود ما يصير عندنا تكتلات، على مود يعني بكل سهولة نخلط عجينة الكعك. وهسه راح أضيف الكوب الثاني من الطحين، وأيضا أضيف لهم ربع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، وبهذا الشكل أنخل كل المكونات. هسه راح نبدي نمزجهم بهذا الشكل بالسباتشولا. عجينة الكعك ما تحتاج عجن، مجرد هيجي بأطراف الأصابع نخلطها إلى أن يختفي ويانا الطحين مثل ما تشوفون. يعني بس يختفي الطحين خلاص نترك عجن، يعني هي ما تحتاج عجن، بس هيجي يعني نلم كل المكونات. وشوفوا أعزائي هيجي تصير العجينة، هذا هو قوامها، هيجي تصير يعني تكون قوامها لين. هسه بهذا الشكل هسه راح نغطيها ونخليها بالثلاجة لمدة 10 دقائق ونبدي نشتغل بيها. هنا طريقة التشكيل كلش سهلة، نجيب ملعقة ونخلي عليها قطعة من العجين، يعني قطعة دائرية، ونبدي نشكلها على شكل ورقة بهذا الشكل، يعني حتى الشغل بها ممتع. هنا حتى تخلصون بسرعة أخذت جزء من العجين وأبدي بهذا الشكل أفرده حتى أسوي 14 قطعة يعني بنفس الوقت بهذا الشكل بكل سهولة. أفرده على شكل أسطوانة وأبدي أقطعها على شكل مائل مثل ما تشوفون، هيك يعني قطع تكون مايلة على مود سهل علينا تشكيلها بالملعقة. شوفوا يعني تصير جاهزة، بس هيك نفردها بإيدنا، شوفوا بس هيك نخليها بالملعقة ونبدي نسوي بيها شكل الورقة. هنا بالنسبة للملعقة يا أما تخلوا لها ورق بلاستيك على مود بكل سهولة تطلع وياكم، يا أما تدهنوها بشوية زيت وتصير عندنا جاهزة. شوفوا تشكيل كلش سهل وبسيط. طبعا هاي العجينة حتى تنفع تسوون بيها كليتشة، يعني تحشوها وتصير كليتشة محشية كلش حلوة تصير. هنا مثل ما تشوفون خلصنا هاي الكمية. هسه راح نخليها بالفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية. الفرن يكون مفتوح فقط من الأسفل، وأخليها من 10 إلى 12 دقيقة وتصير ويانا جاهزة. هنا أنا اختياري للتزيين عندي 100 غرام من الشوكولاتة قطعتها، وهسه راح أخليها بحمام بخار. هنا شوفوا الكعك بعد ما طلعته هيك يصير، شوفوا يصير ذهبي مثل ما قلت لكم، ما ياخذ وقت بالفرن 10 إلى 12 دقيقة. هنا بهذا الشكل نغطسها بالشوكولاتة حتى تصير هيك يعني ويانا شكلين، شوفوا. وهنا اختياري ممكن تزينوها بالمكسرات أو السمسم أو أي شيء تحبون، يصير وياكم أطيب وأرقى كعك جاهز اقتصادي وكلش طيب. طبعا هنا شوفوا قبل ما تجمد ويانا الشوكولاتة نضيف لها سمسم. وشوفوا هذا الكعك صار ويانا جاهز، كعك يخبل بنكهة الهيل، طريقته كلش سهلة وبسيطة، كلش راح يشرفكم قدام ضيوفكم وبجمعاتكم الرمضانية. إن شاء الله تجربونه وألف عافية عليكم مقدما. إذا عندكم كيس شعرية وشوية مكسرات تعالوا نسوي أطيب رولات الشعرية بالمكسرات وكلش طيبة بدون فرن وبدون تعب، نسويها بأسهل وأبسط طريقة. ومثل ما تشوفون بهذا الشكل تصير، طبعا تصير علاتشية ومقرمشة بسبب المكسرات، وروعة تصير من أطيب التحليات اللي ممكن تسووها. ونبدي هسه بسم الله مع المكونات وطريقة التحضير. هنا أنا أعزائي عندي كوبين من المكسرات، أي نوع مكسرات ممكن تستخدمونه. هنا أنا نحمصه على الطباخ على درجة حرارة متوسطة، والطاوة تكون ناشفة ما بها شيء. لما تتحمص ويانا المكسرات هنا راح نضيف 4 ملاعق كبيرة من الشيرة الثخينة أو العسل. طبعا بهذا الشكل ما تاخذ وقت، لازم تكون خطواتكم سريعة، بس بهذا الشكل يعني شوية نخليهم كم دقيقة ونشيلهم. وهنا أنا طبعا عندي ورق زبدة وألمنيوم، وهنا أنا رشيته بشوية زيت على مود أبدي أشكل هنا المكسرات مثل ما تشوفون، أسويها على شكل أسطوانة بهذا الشكل. طبعا وهي دافية بعدها بهذا الشكل تسوى على شكل أسطوانة وتضغطون عليها، مهم جدا. وأيضا أستخدم الألمنيوم أو هنا السيليفون بهذا الشكل حتى تتشكل ويانا يعني بكل سهولة. هسه لازم ندخلها المجمدة ربع ساعة. هنا أنا عندي شعرية باكستانية أكسرها بهذا الشكل، ما يحتاج تخلوها بمحضرة الطعام، بإيدكم تتكسر وهيك تصير يعني ناعمة. هنا طبعا خليت ملعقتين صغيرة من الزبدة وأبدي أنزل عليهم بالشعرية الباكستانية وأبدي أحمصها إلى أن تاخذ ويانا لون ذهبي حلو مثل ما تشوفون على درجة حرارة قليلة أو متوسطة. راح أضيف لها تقريبا نص كوب من الحليب المكثف أو حسب الاحتياج، يعني أنتم تضيفونه وتمزجوها إلى أن تصير وياكم يعني الشعرية حلاوة متماسكة، يعني تقوم تتشكل مثل ما تشوفون قدامكم، تقوم تتشكل هيك على شكل حلاوة. هسه راح نرفعها، وهنا عندنا بلاستيك غذائي رشيت عليه شوية زيت وأبدي بالفرشة أمسحها بهذا الشكل على مود نشكل عليهم الشعرية الباكستانية.
لازم وهي دافية تشتغلون بيها على مود تتشكل وياكم بسهولة. يعني سماكتها تكون وسط، لا كلش رفيعة ولا كلش سميكة. هنا بعد ما سويتها بهذا الشكل طبعا طلعت المكسرات بعد مرور تقريبا ربع ساعة. المكسرات يعني تماسكوا، شوفوا تصير يعني ممتازة. ونبدي هسه بكل سهولة نشكلها، بس هيك نسويها رولات وتصير ويانا جاهزة مثل ما تشوفون. هنا بعد ما نسويها رولة هم لازم ندخلها بالمجمدة، نغلفها بالألمنيوم وندخلها المجمدة نص ساعة وتصير ويانا جاهزة. وهنا أعزائي بعد مرور نص ساعة بعد ما خليتها بالمجمدة، هنا أبدي أقطعها. شوفوا علاتشية وروعة.